يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم بدي احضر معكم 3 اكلات حلو سهلات وبسيطات، او 4. خلينا نقول 4 لانه هن قصار كتير وسهلات كتير وبسيطات وما بدهم شي، وكل وحده ما بتتحضر ب10 دقايق بس. لذلك جمعتهم كلهم بفيديو واحد. هن الكنافه النابلسيه اللي بالجبنه، والكنافه المدلوقه هاي اللي شايفينها قدامكم هلا. ناس بتقلها مدلوقه، ناس بتقلها مفروكه، يعني كل بلد شكل بيسموها. وهي كمان الكنافة المفروكة اللي نحن بنعملها بحلب، مشهورة عنا بحلب. وفي كمان أكلة مصرية اسمها أم علي، هاي هي. كلهم جمعت لكم اياهم بفيديو واحد، وهون رح انزل لكم اياهم هلا لانه كتير سهلات وبسيطات. رح نبدا اول شي بالكنافه المدلوقه. هي عباره عن طبقه كنافه ناعمه كتير بتكون، وعلى وشها طبقه قشطه ومغطاية بالمكسرات. كتير لذيذة وطيبة وكمان سهلة التحضير. أول شي هاي لتحضيرها بتزمني كنافة. أنا بفركها ناعمة كتير الكنافة، بطحنها، طحنتها بالمكسر لحتى صارت ناعمة كتير. ضفت عليها شوية زبدة أو سمنة كمان بيصير، يا هيك يا هيك، وطبعا لازم ندوبها قبل ما نحطها عليها. وبقليها هيك على النار هي والزبدة. بعدين بضيف عليها السكر، بخلطها منيح مع السكر. بضيف عليها قطر كمان حسب الحاجة، يعني لحتى تعجن عندي وتتماسك وتصير مثل العجينة. أنا صراحة ما بعير بالمقدار، أنا بقدر تقدير، يعني بحط هيك تقدير وبشوف شلون. المهم إنه تكون دسمة، يكون صار منيح، والسكر حسب الرغبة الحلاوة اللي بدي إياها. وبعد ما بحط لها القطر بعجنها هيك بإيدي مثل ما لكم شايفين. طبعا بتكون بردت شوي، يعني ما يساخنة. بضل بعجن فيها لحتى تصير مثل العجينة هيك، أقدر أمدها بالصحن اللي بدي أقدم فيه. بصفها هيك وبمسدها بإيدي. سويتها على شكل دائرة. فيكن تعملوها بالشكل اللي بتحبوه، ممكن تحطوها بصحن بيركس كبير، ممكن تحطوها هيك قطعة قطعة. يعني أنا عملتها هيك قطعة مدورة صغيرة. حطيت على وشها القشطة. القشطة كتير سهلة. أنا بجيب علبة ريكوتا وعلبة ماسكربوني، بخلطهم مع بعضهم بيطلعوا عندي أطيب قشطة. أو فيكن تعملوا كمان بالبيت، يعني تغلوا حليب وكذا. في إلى عدة طرق. يعني القشطة أنا بستعمل هاي عطول، يعني سهلة وسريعة بنفس الوقت. وبرش عليها من على الوش تشكيلة مكسرات. حطيت لوز وفستق حلبي وكاجو وصنوبر، وكمان زينتها بالفستق الحلبي المبشور، وصارت جاهزة. هاي كتير كتير طيبة يعني، وكتير لذيذة وسهلة كمان بنفس الوقت. شفتوا طريقة تحضيرها وكتير سريعة. بنكتلها على وشها كمان شوية قطر حسب الرغبة اللي بحب يعني، وبتتقدم هيك بهالشكل بس تبرد. وصحة وألف هنا، جربوها كتير رح تعجبكم. هلا الوصفة الثانية معنا هي الكنافة النابلسية. كمان سهلة كتير بنفس السهولة وسريعة. أنا ما بعمل كمية كبيرة، بعمل كميات صغيرة هيك بالمقلاية، يعني على الغاز، مشان فورا حتى قومة، يعني بناكلها فورا وبتضل هيك هالجبنة عم بتشط وسخنة وما أطيبها يعني. وهلا رح تشوفوا معي كيف بحضرها كمان الكنافة النابلسية، وشو السر لحتى هيك بتشط الجبنة. أول شي بجيب الكنافة بطحنها منيح، بسويها ناعمة كتير. طحنتها بالخلاط أنا والله، وحطيت لها شوي سمنة، وحطيت بالمقلاية كمان شوي سمنة، وحطيت عليها الكنافة. أول شي رشيتها رش بالأرض، وبعدين حطيت الباقي فوقها، وكبستها منيح لحتى تصير هيك مستوية نفس السماكة ورقيقة شوي. بعدين حطيت عليها الجبنة، كنت منشفتها منيح بالمحارم من المي مشان ما يكون فيها سوائل أبدا. وحطيت معها شوي قشطة، معلقة صغيرة يعني قشطة بوك أو مسكربوني، خلطتها معه ومديتها مع الجبنة. هي اللي بتعطي المطة للجبنة. وحطيتها على النار وصرت أدور المقلاية شوي لحتى تحمرت من حرافة، بتكون صارت جاهزة. قلبتها هيك بالصحن، وعن جد كتير سهلة وسريعة، ما طولت شي، فورا صارت. وكتيت عليها القطر. هي أنا شوي عليت النار، قام شوي هيك تلدوعت، لازم يكون على الواطي. ورشيت عليها فستق حلبي، والطعمة عن جد غرام، كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. وسريعة كتير وسهلة، يعني ما بتاخد وقت معنا أبدا إذا واحد هيك قاعد بالسهرة. والمواد بسيطة ومتوفرة يعني بكل بيت، بس واحد يكون عنده كنافة وشوية جبنة وقشطة متوفرين، يعني هدول أيمت من كان وين من كان. ايه، بواحد بالسهرة ممكن يعملها وياكلها. كتير طيبة بالشتوية، بالبردات، بكل وقت. أنا هاي الكنافة النابلسية بلاقيها طيبة بكل وقت عن جد، يعني ما في أطيب من الحلو عن جد لو بس ما بيسمن. هلأ بنجي للوصفة الثالثة، يمكن هي الكنافة المفروكة. هاي كمان كتير سهلة، نحن دايما بنعملها بحلب. هي كتير بسيطة، شغلتها سهلة يعني. بس بنجيب الكنافة يعني هيك بنقطعها،
قطع يعني ما كتير تكون ناعمة. بعدين بنقليها على الغاز بسمنة أو بزبدة، بنضل بنقلبها ما بدنا إياها لازم تضل طرية، ما لازم تقرمش وتمكن، يعني هي طيبتها إنه تضل طرية بس لازم تستوي كمان بنفس الوقت. بعدين بنضيف عليها السكر حسب الرغبة، يعني واحد بدوق بشوف كميته. بنحركها منيح. بعدين بنرش عليها القرفة، بدها كمية قرفة منيحة، ومنزينها هيك بالشوية جوز، وممكن نحط لها قشطة كمان، وبتتقدم هيك بتتاكل هيك يعني ما لا أي شيء. كتير بسيطة وسهلة، بس عن جد جربوها كتير لذيذة وطيبة. بس قلت لكم أصولها لازم تضل طرية، يعني ما تكون مقرمشة، يعني هيك لازم تضل طرية. كتير كتير طيبة، وهي كتير نحن بنعملها بحلب، يعني متعودين عليها، اسمها مسميها كنافة مفروكة. انه يعني ما لا اي شيء بس كنافة. لسه كانوا امهاتنا وناناتنا القديمين الله يرحمهم يعملوها هيك بايدهم، يعني هي وسخنة على النار يسووها بايدهم من غير معالق. يعني هلا انا ما بقدر على فكرة، ما بعرف، بستغرب شلون كانوا هيك يسووها. وهلا بنجي للوصفة الأخيرة، هي اسمها أم علي. هي أكلة مصرية أكيد أغلبكم سمعانين فيها. كمان هي أكلة كتير لذيذة ومميزة وطيبة، يعني أنا من الأكلات المفضلة عندي، كتير كتير بحبها. يعني دقتها بمصر وتعودت عليها كتير، صارت إدمان، ما بقدر بلاها، دايما بعملها. وشغلتها كتير سهلة يعني وبسيطة وسريعة. بجيب مربعات البيف باستري وبشويهم بالفرن لحتى مثل ما شفتوهم هيك انتفخوا واستووا. انا الصراحه حطيتهم بالقلايه الهوائيه، بعدين بس يبردوا بفتفتهم هيك بايدي لحتى يصيروا قطع ناعمه. بحط عليهم حليب مكثف محلى وحليب سخن، بكت فوقهم وجوز هند ومكسرات وزبيب، كل شي متوفر عندكم فيكم تحطوه. وبرش قرفة كمية منيحة، وبرجع بحط على الوش علبة قشطة بوزعها. أنا حطيت مسكربوني ورشيت فستق حلبي وعلى الفرن، وهيك صارت جاهزة. بعد ما استوت طلعت من الفرن بتجنن، بتتقدم ساخنة وبتتقدم باردة، طيبة على الحالتين، وكل ما كانت رطبة هيك وطرية أطيب. لذلك لازم تكتروا حليب وقللوا العجينة البيف باستري. أنا حطيت مربعين بس، عن جد أطيب تحلاي. وهيك خلصوا الأربع وصفات لليوم. ما بعرف، بتمنى تكون حبيتوا الفيديو وبتمنى تكون حبيتوا الوصفات. مثل ما شفتوا كتير لذيذات وسهلات وبسيطات، بتحضروا يعني أي وحدة منهم تتحضر بسهولة ب10 دقايق بس يكون الغراض موجودة. هاي الأم علي والكنافة النابلسية والكنافة المفروكة والكنافة المدلوقة، ما بعرف إيش بتقولوا لها، يعني كل مين بيقول لها شي. وبدي أطلب منكم طلب، إذا أول مرة بتزوروا قناتي أهلا وسهلا فيكم ومنورين القناة، ويا ريت تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. أنا صايرة كسلانة شوي باليوتيوب، بس هلأ إن شاء الله بدي أتنشط وأرجع أنزل. بتكاسل أعمل فيديوهات طويلة، بس لازم أتحمس، يعني أنتوا لازم تشجعوني وتحمسوني. خلي لي إياكم يا رب أحلى صبايا وأحلى متابعات، ونورتوني ونورتوا القناة. وما تنسوا تتفاعلوا على الفيديو وحطوا لي رأيكم بالكومنتات، ولا تنسوا اللايك. وشكرا كتير على متابعتكم، وشكرا لكل مين بتحملني لآخر الفيديو بيضل معي للأخير. وعن جد أهلا وسهلا فيكم، وانتظروني في فيديوهات تانية جديدة، وباي باي.